ان الكره، طب كابتن بسيوني يشترك معانا، الكره دي فعلا جون ولا مش جون؟ لا هي احنا عايزين نشوف ادي ده الاوفسايد، الراجل اللي ورا اللي هتجيله الكوره. الراجل اللي ورا مش اوفسايد. الاوفسايد انا بعتقد انه في القانون كده علشان بس الناس تاخد بالها معانا، ماشي. الكوره راحت لمين؟ هو ده السؤال. بالظبط. نمشي يا ريس. ماشي يا باشا. طيب جميل. مين اللي اوفسايد؟ الابيض الاولاني. جميل. الاولاني ده الكوره ما راحتلوش انما اصلا، يبقى بره اللعبه. انما الثاني مش تسلل. الثاني مش تسلل لان الكوره دي انفراد. هو مستعجل ليه؟ هو القانون بيقول له استنى وشوف مين اللي هيلمس الكوره. هو المشكله في اللاين مان انه مستعجل زي ما قال الكابتن ضياء فعلا. لو انت شفت مستعجل جدا، رايته مستعجل. الكوره رقم 1، الكوره رقم 2 الهدف الملغي. الهدف الملغي هو رفع على حماده السيد. حماده السيد كان في وضع تسلل، انما ما كانش متداخل في الكوره ولا كان في طريقها، الكوره كانت بعيده عن حماده. فلما اتعملت الراجل اتحرك اللي هو رزاق سيسي، اتحرك كويس جدا وحطها كويس في وضع مش تسلل. وحماده بينه وبينه 3 امتار يعني بعيده يعني مش متداخل، فهو استعجل فيها. فانا شايف ان اللاين مان النهارده استعجاله حرم اسوان من فرصه تهديفيه عاليه ومن هدف. فرصه وهدف. جميل. طب وضربه الجزاء احنا نسينا وضربه الجزاء لا نعيد تاني ضربه الجزاء دي عشان دي قصه بقى لوحدها. وضربه الجزاء ضربه جزاء سليمه لان فيها تهور. قبل ما اتاكد بس انها سليمه تعال نشوفها مع الناس. ماشي يلا. ادي الكوره ملعوبه. لا مش دي. لا ده مش دي خالص. ضربه الجزاء يا ريت. لا دي مصفر، دي اوفسايد دي. طيب هي يعني دي الفرصه اللي كابتن ضياء بيتكلم عليها، ما كانش فيها تسلل خالص. اوكي. شوف الراجل هنا متغطي بقد ايه؟ متغطي بكتير جدا. طيب نرجع تاني للمباراه، خلينا نتكلم بس من الناحيه الفنيه. المقصه طبعا في استحواذ كويس، وده كان متوقع ان اسوان هيلعب في نص ملعبه ويلعب على ويا ورزاق على ان هم عندهم سرعات. اسامه عامل حساب انه هيبقى في نص الملعب فاضي بتاع المقصه لانهم هيضغطوا بشكل كويس. ضغطوا عن طريق ضربه جزاء. ضربه الجزاء معلش نعيدها تاني بس وجهه نظري، يعني من وجهه نظري ضربه جزاء فيها تهور كبير جدا من المدافع.